السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في مطبخ أميرة الشرق. اليوم رايحة نوجد معاكم كيكة لقهوة العصر، كيكة دوز ما كانش اللي ما يعرفهاش، كيكة خفيفة وتجي مشربة بكريمة القهوة من أروع ما يكون، سهلة اقتصادية وبسيطة، وطريقة تحضيرها ولا أروع، تجيكم يا البنات ما بين الجينواز والمسكوتشو. ننصحكم تجربوها، راهي سهلة وما تاخذلكمش الوقت بزاف. نتمنى تعجبكم وتجربوها، وما تنساوش ديروا جيم وبارطاج كالعادة باه يوصل أكبر عدد من الناس. اولا نقولوا بسم الله. نحتاجوا 3 حبات بيض، البيض تاعكم لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ، ونحتاجوا ايضا قرصة مليحة تاع ملح باه تعدل لنا الذوق وتعطينا بنة للكيكة تاعنا، ونضيفوا ايضا غرفة صغيرة من لافاني. درك نجيبو ضراب الكهربائي، راح نستعملو الضراب الكهربائي ونخلطو البيضة تاعنا، خلطوه مليح مليح. علاش نسميو الكيكة دوز باسكو رايحين نديرو كل مكون 12 ملعقة. هنا راح نضيف 12 ملعقة من السكر. بالنسبة للملعقة تاع السكر ما تديروهاش بومبي، تكون يعني ممسوحة كيما هكا، يعني راهي واضحة في الصورة. من بعد رايحين نضربوا السكر تاعنا والبيض، رايحين نضربوه مليح مليح حتى يتضاعف الحجم تاعو ويتغير اللون. شوفوا لازم يتضاعف الحجم تاعو كيما هكا. دونك نضيفوا الزيت، رايحين نضيفوا 12 ملعقه، يعني الا قدرتوا يعني تضيفوه وانتم تضربوا بالضراب الكهربائي ضيفوه. انا حبيت يعني نضيف الزيت، من بعد رايحين نضربوا بالضراب الكهربائي، يعني باه يندمج كامل المكونات مع بعضهم، يعني يندمج الزيت مع كامل المكونات كيما هكا. ضربوه مليح مليح. من بعد رايحين نضيفوا الحليب، ايضا الحليب نضيفه 12 ملعقه. بالنسبه للحليب لا عاد يعني بدرجه حراره المطبخ عادي ولا عاد بارد ندفيوه، يعني كل مكون راح نضيفه منه 12 ملعقه. ضفت 12 ملعقه من السكر من الزيت وايضا من الحليب. دونك نضيفوا النواشف. بالنسبه للنواشف عندي 12 ملعقه من الفرينه، يعني الفرينه تاعكم ما تكونش بومبي ايضا كما راكم تشاهدوا، يعني ما تكونش بومبي. هنا راح نضيف 5 ملاعق فقط، من بعد راح نضيف الباقي الفرينه باه ما تتكتليش الفرينه تاعي كي نعود نخلط فيها. ونضيفوا ايضا كيس خميره حلوى ما يعادل 10 غرامات، غربلوه ايضا لازم تغربلوها. دونك راح نستعمل الفوي، راح ندخل الفرينه مع كامل المكونات باه ما يبقى لي حتى كتله من الفرينه، خلطوا مليح مليح. من بعد راح نضيف باقي الفرينه. بالنسبه من المره الاولى درت 5 ملاعق، دونك نضيف 7 ملاعق المتبقيه، يعني كامل الفرينه اللي درتها هي 12 ملعقه. ولازم الفرينه تاعكم تغربلوها باه تجيكم يعني الكيكه تاعكم خفيفه. يعني راح نخلطوا كل شيء مع بعضه، نستعملوا الفوي ونخلطوا كل شيء مع بعضه حتى تحصلوا على هذا القوام. لازم يكون خفيف، لازم ما تكونش يعني الخليط تاعكم ثقيل، بهذا القوام. دونك نجيبو سنيوه اللي رايحين نستعملوها، القياس تاعها هو 30 على 25، كاين يعني 30 على 24، بالنسبه تاعي 30 على 25. دهنوا السنيوه تاعكم كامل بالمارغرين وعلى الاطراف ايضا، ونزيدو نضيفوا لها قليلا من الفرينه. لازم تعوموا الفرينه كامل. وبالنسبه للفرينه لازم تمضوا السنيوه تاعكم تكون يعني نفطوها من الفرينه. دونك نضيفوا الخليط، يعني شوفوا الخليط تاعي راه هو خفيف، لازم ما تثقلوش الخليط تاعكم. وبالنسبه للفرن راني سخنته على درجه حراره 180 درجه، سخنوه مسبقا وحطوا سنيوه تاعكم في الرف الوسطاني وشعلوا له من تحت. كي تشوفوا سنيوه تاعكم حمارت على الجوانب شعلوا له من الفوق. كما لاحظتوا حبيباتي درت بالعود الشواء خطوط باه تجيني الكيكه تاعي معتدله، يعني ماهوش تجي يعني جهه طالعه وجهه هابطه. هنا بعد ما طابت لي شوفوا يعني الكيكه تاعي كيفاه تحصلت عليها، يعني تحصلت عليها خفيفه، جات ما شاء الله، جات روعه. دونك راح نسقي الكيكه تاعي. بالنسبه انايا سقيت الكيكه تاعي بكاس يعني تاع ما بين الحليب والقهوه، يعني باه تجيني الذوق فيها ذوق القهوه،
يعني اسقيوها، ننصحكم يعني تسقيو الكيكه تاعكم. راح نخليها تبرد. دونك رايحين نحضروا الكريمه. بالنسبه لكريمه الشانتيي راح ندير كاس الا اسبوع من كريمه الشانتيي، وكاس الا ربع من بين حليب وقهوه، يعني القهوه غلبتها على الحليب. هنايا راني خليتها ربع. دونك نطلعوا الغبرة الشانتي. بالنسبه للغبرة الشانتي البنات انايا درت كاس الا اصبع، يعني غبرة الشانتي تاهي نوعيه مليحه تطلع ليه. بالنسبه نتوما اللي عدت يعني الغبرة الشانتي تاعكم شويه ناقصه ديروا كاس من الغبرة الشانتي، ما ديروش يعني كاس الا اصبع. هنايا راني ضفت ربع كاس اللي متبقي ما بين الحليب والقهوه، راني ضفتو. شوفوا يعني راهي طلعت لي كما شاهدتوا، يعني تحصلت على كميه لاباس بها من كريمه الشانتيي. نقول لك حبيبتي اذا وصلتي لهذه لابارتي من لا فيديو وعجبتك هذه الوصفه خلي لي جيم فضلا وليس امرا، باه يطلع لي الفيديو اكبر عدد من المشاهدين وتعم الفائده. وكملوا معايا الفيديو للاخير باه تشوفوا المصداقيه الوصفه. هنا استدفوا كامل كريمه الشانتيي بهذه الطريقه. من بعد راح نستعمل الكوبات، راح نستفها مليح باه تعطيني السطح املس كيما هكا. كما راكم تشاهدوا يعني الكيكه الدوز هذه راح تحصلوا على شكل باتيسري. اما الباقي اللي بقى لي من كريمه الشانتيي هنا راح نضيف لها غرفه صغيره من الكاكاو باه نكسر اللون تاع الكريمه الشانتيي باه نديرها على شكل تزيين. نديرها في بوشادوي. من بعد راح نديرها خطوط. بالنسبه للخطوط هذو راح نديرهم بالعرض كيما راكم تشاهدوا. راح نديرها على شكل ملفي. صدقوني هذه كيكه الدوز راح تحصلوا على كيكه ما شاء الله روعه في البنه. هنا راح نديروا خطوط بالطول كيما هكا. من بعد راح نعكسوا الخطوط، يعني راكم رايحين تتحصلوا على شكل ملفي. راح تجيكم ما شاء الله تجيكم روعه في البنه. هنا راح نخليها تبرد مده ساعه والله. من بعد راح نقطعها معكم. هنايا رايحين نقطعوها. بالنسبه للتقطاع البنات كيما راكم تشاهدوا راني نقطع فيها ونمسح الموس تاعي بالبابي. واللي حابه يعني تقطعها كيما الباتيسري تقطعها كيما الباتيسري. يعني راح تجيكم هذه كيكه الدوز ما شاء الله. نتمنى ديروها لقهوه العشيه ولا لقهوه العصر، تتقهووا بها قهوه حليب يعني. واللي عشاق يعني القهوه راح دير هذه الكيكه، يعني كيكه الدوز راح تجيكم كيما الجينواز، راح تجيكم خفيفه وهشيشه. نتمنى من قلبي تعجبكم وتخليوا لي جيم ورايكم في الكومنتير. واللي دخلوا اول مره لقناتي نقولكم مرحبا بكم. ما تنساوش تضغطوا على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد من وصفاتي. واللي ماهيش مابونيا تابوني. شوفوا كيف جات الكيكه، جات خفيفه ميم الطيبه تاعها جا ما شاء الله. نقولكم نخليكم على خير الى وصفه اخرى. سلام.